أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها قررت تأجيل تطبيق المذكرة التي سبق أن وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني يوم 6 أغسطس الجاري، والمتعلقة بمراقبة مدى مطابقة الدراجات النارية الصغيرة باستعمال جهاز قياس السرعة المعروف بسبيدومتر. هذا القرار جاء بعد أن تم عرضه ومناقشته داخل لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية. الوزارة أوضحت في بلاغها أن الهدف من هذه الإجراءات هو مواجهة الارتفاع المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، فخلال سنة 2024 وحدها سجلت 1738 حالة وفاة في صفوف سائقي هذه الدراجات، أي ما يمثل أكثر من 43% من مجموع ضحايا حوادث السير. وأكدت أن السبب الرئيسي وراء هذا النزيف هو السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية تجرى على محركات هذه الدراجات. وأضاف البلاغ أن برنامج العمل الصيفي الذي أطلقته الوزارة ساهم بالفعل في تقليص عدد الوفيات، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 25% خارج المدار الحضري و5.2% على المستوى الوطني خلال شهر يوليوز الماضي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. لكن في المقابل ارتفعت الحوادث داخل المجال الحضري بنسبة 49% تقريبا، وكان معظم المتورطين فيها من سائقي الدراجات النارية. وبناء على هذه المعطيات، أكدت وزارة النقل أنها أخذت بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وحرصت على حقوق المواطنين ومالكي هذه المركبات. وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السابقة ومنح مهلة إضافية لمالكي الدراجات بمحرك حتى يتمكنوا من التأكد من أن دراجتهم مطابقة للقانون، خاصة من حيث سعة الأسطوانة التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتر في الساعة. كما شددت الوزارة على أن تحديد مدة هذه المهلة سيتم بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وعقب مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع. وفي الوقت نفسه ستواصل الوزارة حملات التوعية والتحسيس عبر وسائل الإعلام والقنوات الرقمية والميدانية لضمان انخراط جميع السائقين وحماية الأرواح.